عليكم. النهارده هنعمل مع بعض عجينة البرجر بطريقة سهلة وبسيطة. وتعالوا مع بعض نبدأ بالمقادير. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ربع كيلو بصل مفروم، بصلاية كبيرة فرمتها، بشرتها وحطيت عليها ملح وفلفل أسمر. معايا برغل وفول الصويا، لو مش عايزينه حطوا برغل بس. عاملة ربع كيلو نفش، طبعا سبته ساعة منقوع. ويلا بينا بقى ننزل على عجينة اللحمة المفرومة معايا. هبدأ بقى احط عليها البرغل بتاعي، هكون مصفياه كويس من المية اللي فيه. تمام، وانزل عليها بالبصل بتاعي كله. هدعكم مع بعض بقى. انزل عليها بالبهارات بتاعتي اللي هي فلفل اسمر. بهارات البرجر دي بتلاقيها عند اي عطار، حطيها برضه على البرجر اهي. ارجع لكم شويه قرفه، رشه كده من القرفه، مش عايزه براحتك. رشه من الجنزبيل، وعايز تحط شطه حطي. ونقلب بقى ده كله بايدينا كده اهو، ندخل كله في بعضه وارجع لكم. بعد ما العجينه اتعجنت زي ما انتم شايفين كده، جبت صينيه وحطيت عليها كيس، وهبدا ان انا اكورها كور كده زي ما انتم شايفين كده اهو بالحجم ده. تمام، وارجع لكم. النص كيلو طلع معايا 16 حبه وسط زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى نمسكها على كف ايدك من هنا، بطن ايدك تعمليها كده، وتقومي دايسه عليها مش بصوابعك، بايدك التانية. انا بصور بايد واحده، فهعمل واحده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، ولا تخينه ولا رفيعه. تمام، هعمل بقى كله بنفس الحجم ده وارجع لكم اهو يا بنات. وفي تحت 3 صفوف اهم. تمام، 16 برجر هيدخل الفريزر لمدة نص ساعة، بعدين نطلع نقليه مع بعض. ده شكل البرجر بعد ما قعد نص ساعة في الفريزر. هاخده بقى اقليه. حطينا البرجر اهو ياخد صدمة معانا، وهقلبه على وشتين دلوقتي. ده شكل البرجر بعد ما طلع. واشوفكم في الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرجر ده ولا ايه؟ جميل.